الحياة السابقة. حد فيكم يا أصحابي يعرف يعني إيه الحياة السابقة؟ إذا كان لديك شعور بأنك قد قرأت هذا الكلام من قبل فلا تقلق، فأنت فقط تعيش إحساس وهم سبق الرؤية، أو ما يعرف بديجا فو، مثل أن تزور شقة أحد الأصدقاء ولديك إحساس بأنك كنت هنا من قبل، ولكن الحقيقة هي أن هذه المرة الأولى التي تزور فيها هذه الشقة. طيب وإيه معنى ديجا فو؟ ديجا فو يا جماعة هي الشعور الذي يشعر به الفرد بأنه رأى أو عاش الموقف الحاضر من قبل. يلازم هذه الظاهرة شعور بالمعرفة المسبقة، وشعور بالرهبة والغرابة، أو ما سماه عالم النفس فرويد بالأمر الخارق للطبيعة، التجربة السابقة التي هيئ لنا بأننا عشناها عندما تكون زارتنا في أحد أحلامنا. عندما نفقد الأمل في تغيير الواقع يكون التحدي الأكبر في قدرتنا على تغيير أنفسنا. عاوز أقول لكم يا أصحابي إن في ناس ربنا خلقها في حياتنا بس علشان تحبطنا، علشان تشدنا لورا، علشان تموت أحلامنا، أهدافنا، طموحنا، تحدينا. في ناس كده ربنا خلقها تدينا طاقة سلبية وبس، وفي ناس برضو ربنا خلقها علشان تدينا الأمل في الحياة. ناس حلوة فعلا بتنور حياتنا، في ناس فعلا بتدينا طاقة إيجابية وبتدينا دفعة للأمام، وناس فعلا يعني بتشجعنا على النجاح ونوصل لهدفنا ازاي. وناس تانية بتبقى فعلا ناس مدمرة لحياة الإنسان، يعني في ناس تانية تحبطك، يعني ناس تشلك، ناس كده يعني كل اللي في قلبها سواد من ناحيتك، ازاي يعني تديك طاقة سلبية، وازاي تخليك كده فاقد الحياة، ويعني لو طالت ان هي تموتك هتموتك. وفي ناس تانية فعلا يعني ربنا خلقها حوالينا، هم متعذبين في حياتهم فعاوزين يشوفوا عذاب حياتهم ده في الآخرين، ده بيبسطهم. فعلا يا جماعة في ناس فعلا ربنا خلقها، يعني الناس دي بتحب تتلذذ بعذاب الآخرين، معرفش ليه أو ايه يعني هدفهم أو ايه شعورهم ان هم يشوفوا الآخرين متعذبين، ايه يعني هدفهم أنا معرفش. النهاردة بقى حبيت أتكلم عن الكاتبة الأديبة هيلين كيلر. وكانت هيلين طفلة سليمة حتى أصيبت في سن 19 شهرا بمرض أفقدها السمع والبصر، وكان يسمى هذا المرض الحمى القرمزية. عاوزة كمان أقول لكم يا أصحابي من أشهر أقوال هيلين كيلر: هناك أفضل وأروع الأشياء في العالم لا يمكن رؤيتها أو حتى لمسها، وإنما فقط يمكن الشعور بها بالقلب. الأمر الوحيد الأسوأ من أن تكون كفيفا هو أن تكون مبصرا بلا بصيرة. كانت هيلين كاتبة وصحفية وناشطة وسفيرة صماء وكفيفة. كانت حياة هيلين كيلر توضح ما يمكنها أن تفعله. جعل المرض كيلر صماء وعمياء عندما كانت طفلة قبل أن تتمكن من فهم الكلمات أو ما تصفه، ولكن بفضل العمل الرائد للمعلمة آن سوليفان لم تتعلم كيلر القراءة والكتابة فحسب، بل واصلت الدراسة حتى التخرج من الجامعة. طيب حلو الكلام. طيب هل كان لدي هيلين كيلر أي اختراعات؟ لا، لم تخترع هيلين كيلر أي تقنية جديدة، على الرغم من أنها ساعدت في تأسيس الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية. وقد تأسس الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لتعزيز حقوق الأشخاص ذو الإعاقة في جميع أنحاء البلاد، ولا يزال موجودا حتى يومنا هذا على الرغم من تغيير أسبابه إلى حد ما. طيب حلو الكلام. كيف تغلبت هيلين كيلر على إعاقتها؟ ذهبت سوليفان في 3 مارس 1887 إلى منزل هيلين كيلر في ألاباما، وبدأت بتعليمها التهجئة على أصابعها، وبدأت معاها من كلمة دمية لمساعدة كيلر على الفهم السريع. أهدتها دمية في البداية حتى جذبها الفضول، ثم رفضت التعاون مع معلمتها، فزادت إحباط على قدرتها على ربط الحروف بما تضع في يديها من أشياء، فطلبت سوليفان عزلها.
عاوزة كمان اقول لكم يا اصحابي ان هيلين كيلر لقت المعلمة بتشرب مية، فراحت يعني زي كده دلقت المية عليها، فراحت معلمتها يعني ردت لها الضربة تاني، فالمية جت في ايد هيلين. فراحت هيلين اول ما بصت كده لايديها لقيت مية. يعني المعلمة اول ما شافتها بصت لايديها ولقيت المية، قالت لها ان دي مية، كتبت حروف المية على ايد هيلين. فمن ساعتها بقى هيلين عرفت يعني ايه الكتابة والقراية، على طريق يعني ان هي تمشي صوابعها كده على كف هيلين. عاوزة كمان اقول لكم يا اصحابي معنى اسم هيلين. هيلين بالانجليزية هيلين هو اسم علم شخصي مؤنث من اصل اغريقي، معناه الضوء او النور، يعود شهرته نسبة لهيلين الطرويدية، ويعتبر اسم مقدس في المسيحية أيضا، نسبة للقديسة هيلانا والدة الإمبراطور قسطنطين الأول. يعتبر من الأسماء الشائعة في الدول الغربية عند الإناث، وكذلك له حضور في عدة دول عربية. هذا الاسم أيضا يعني العش. عاوزة أقولكم يا أصحابي من أقوال هيلين كيلر، بتقول: لا تجعل رأسك تنحني أبدا، بل اجعلها عالية دائما، واجه العالم بالنظر في عينيه مباشرة. الحياة هي عمل مثير وتسبح أكثر إثارة عندما نعيش حياتنا للآخرين. على الرغم من أن العالم مليء بالمعاناة، فهو مليء أيضا بقصص النجاح. كل متفائل يتحرك جنبا إلى جنب مع التقدم ويعجل به، في حين أن كل متشائم يجعل الحياة في حالة جمود. بعض الناس من الغباء ما يكفي أن تتصور أن الثروة والسلطة والشهرة تطمئن قلوبنا، ولكنها لا تفعل ما لم يتم استخدامها لإنشاء وتوزيع السعادة في العالم. العديد من الأشخاص لديهم فكرة خاطئة. عاوز اقول لكم يا اصحابي ان الاراده بتصنع المستحيل. بعد قصه حياه هيلين كيلر مثال في غايه الوضوح على ان الاعاقه ليست اعاقه الجسد، بل هي اعاقه الفكر والاراده. كمان من اقوال هيلين كيلر: التفاؤل هو الايمان الذي يؤدي الى الانجاز، لا شيء يمكن ان يتم دون الامل والثقه. كمان من اروع كلمات هيلين كيلر: أفضل وأجمل الأشياء في العالم لا يمكن رؤيتها أو حتى لمسها، يجب أن يشعر بها القلب. عاوزة لكم يا جماعة الكلام ليه معنى، يعني تقصد أن القلب بيشعر هنا قبل العين، يعني القلب كمان بيشعر قبل العين. ما بالك بقى للناس اللي يعني ولا بتشوف بعينيها ولا بقلبها ولا بإحساسها ولا بتفكيرها أصلا، غير ان هي بتشوف بس سواد قدامها وبس. يعني ناس كده متخصصة ان هي تشوف بس الدنيا سودا من كل الاتجاهات. يعني الناس دي ناس محبطة فعلا. عاوزة كمان اقول لكم يا اصحابي من اكتر الكلمات اللي قالتها هيلين عن الحياة وعجبتني جدا، بتقول ان الحياة اما مغامرة جريئة او لا شيء. الامن غير موجود في الطبيعة، ولا يمكن للبشرية جمعاء ان تختبره بشكل مستمر. تجنب الخطر ليس اكثر امنا على المدى الطويل من التعرض للخطر. فقط أولئك الذين يفكرون ويشعرون ويعملون معا يصنعون الحضارة أكثر من أي وقت آخر. عندما أحمل كتابا محببا في يدي، فإن القيود تقع مني وروحي تنطلق، كما أن الأنانية وحب الذات تشوش على العقل، فإن الحب ومتعته يجعل الخيال حدا. كل شيء له نكهته، حتى الظلام والصمت. وأنا تعلمت أن أكون سعيدة بصرف النظر عن الحالة التي أنا فيها. هيلين كيلر. عاوز أقول يا أصحابي إن أهم حاجة التحدي، أهم حاجة المستحيل، أهم حاجة يا جماعة نحقق أهدافنا. ما تخلوش حد يحبطكم. يعني كل واحد عنده هدف يحاول يوصل ليه، يحاول كده يعني يعمل من نفسه حاجة. بلاش مثلا صديق او صديقة تقول لك انت هتعمل ايه، هو انت معاك ايه، هو انت حيلتك ايه، هو انت ايه اصلا في المجتمع. ما تخلوش الناس دي يا جماعة تأثر على حياتكم. الناس دي ابعدوها بره حياتكم. اجذبوا لنفسكم التفاؤل والامل. يعني الناس اللي بتبقى عندها تشاؤم الحياة
بتجذب فعلا التشاؤم للحياة، بيدنوا معاها يعني لازم ليها. لكن الناس اللي بتجذب ليها التفاؤل في الحياة فعلا بتجذب التفاؤل لها في الحياة، بيبقى ملازم برضو ليها. اي حاجة يا جماعة بنفكر فيها، يعني بنفكر فيها كده ودماغنا تروح لها، احنا بنجذبها لينا. سواء يعني حب، سواء مال، سواء ثروة، سواء غنى، سواء فقر، سواء مشاكل، اي حاجة بنفكر فيها احنا بنجذبها لينا، بتخلينا فعلا نعيش جوه الحاجة دي، جوه المشاكل دي، جوه السعادة دي، جوه اي حاجة ايا كان، احنا اللي بنجذبها يا جماعة وبنعيش فيها. يا رب اكون بقى النهارده جبت لكم حاجة مفيدة، واستنوا مني كل جديد.